عنوان الحكمة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، يحدثنا فضيلة الدكتور محمد إبراهيم العشماوي. الحمد لله الذي شرع لنا دينا قويما وهدانا إليه صراطا مستقيما وجعلنا من أهله تعلما وتعليما، والصلاة والسلام على من ولد يتيما وعاش عظيما ومات كريما وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنفرج به الكرب وتنحل به العقد وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما في علمك يا عليم. أما بعد، فإن من أسماء الله تعالى الحكيم، والحكيم هو الذي يصيب في قوله وفعله. ومن تجليات هذا الاسم الكريم يهب الله تعالى الحكمة لمن يشاء من عباده، فتوصف أقوالهم وأفعالهم بالصواب. وإذا لم يكن الأنبياء وعلى رأسهم خاتمهم وسيدهم من أهل الحكمة فمن يكون إذن؟ كما قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وفي هذه الآية الكريمة دلالتان: الأولى أن الله تعالى يتفضل بمنح الحكمة لمن يشاء من عباده، فهي هبة لا اكتساب ولا حيلة للإنسان فيها، وليس بمقدور الإنسان أن يكون حكيما إلا أن يهبه الله الحكمة. وهذا واضح في قوله يؤتي الحكمة من يشاء، يعني اصطفاء، محض اصطفاء إلهي لا حيلة للبشر فيه. وأما الدلالة الثانية فهي في قوله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وإذا أردنا أن نفهم معنى قوله خيرا كثيرا فلننظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه من حديث سيدنا معاوية رضي الله عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فوصف الفقه بأنه خير، ووصف الحكمة بأنها خير كثير. فالحكمة فوق الفقه، والحكيم فوق الفقيه. وقد سمى ربنا سبحانه وتعالى نفسه الحكيم ولم يسم نفسه الفقيه، وجعل من وظائف النبوة والرسالة تعليم الحكمة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقد أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون ركيزة الدعوة الأولى إليه هي الحكمة، فقال تعالى في آية محكمة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فما هي هذه الحكمة التي ارتكز عليها النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته؟ إذا تأملنا كل حياته الشريفة حتى قبل أن يبعث لوجدنا أن الله سبحانه وتعالى خصه بالحكمة كما خصه بالعصمة. وليس أدل على ذلك من ذلك الموقف الشهير في السيرة النبوية حينما تنازعت قبائل قريش في من يضع الحجر الأسود في مكانه من الكعبة حتى كادوا أن يقتتلوا
ثم ارتضوا أن يكون الحكم بينهم أول داخل عليه، فكان أول داخل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحاكموا إليه فحكم بحكمته التي علمه الله إياها أن تمسك القبائل بأطراف ثوب، ثم تضع الحجر الأسود في هذا الثوب فيحملونه جميعا ويضعونه في موضعه. هذا هو الذي يسمى في العلم الحديث بالتفكير الإبداعي، لكنه هنا يرتبط بالوحي الإلهي والخصائص الربانية التي منحها الله تعالى لنبيه وحبيبه ومصطفاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ذهبنا نلتمس بعض النماذج التي تتجلى فيها حكمته صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فسنجد السنة الشريفة زاخرة بتلك المواقف. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبراني في معجمه، ورجاله رجال الصحيح، من حديث أبي أمامة مرفوعا رضي الله عنه أن فتى من قريش جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، ائذن لي في الزنا. طلب غريب وسؤال عجيب، لو تعرض له بعض دعاتنا اليوم لكان موقفه يختلف، لكن سيد الحكماء صلى الله عليه وسلم قال للشاب بعد أن نهى الصحابة أن يهموا به: أدنه، أي اقترب مني، فدنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في حوار هادئ عاقل متزن يمس العقل والعاطفة معا، وضع أمامه صورة مخيفة لمستقبل مجهول ينتظره لو أنه ارتكب هذه الجريمة المنكرة. قال له: أترضاه لأمك؟ فقال الشاب مذعورا: لا والله يا رسول الله، جعلت فداك، لا أرضاه لأمي. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ثم قال له: أترضاه لبنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلت فداك. قال: وكذلك الناس لا يرضونه لبناتهم. ثم قال له: أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ وفي كل مرة يقول الشاب وهو مذعور: لا والله يا رسول الله، جعلت فداك. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة على صدر الشاب ودعا له قائلا: اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. فانصرف الشاب وما شيء أبغض إليه في الدنيا من الزنا. هكذا هي حكمته صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى ربه. وإننا لنخاطب أنفسنا ونطالب أنفسنا ونطالب جميع الدعاة إلى الله أن تتحلى دعوتهم بالحكمة وبالرفق بالمدعوين حتى تثمر دعوتهم ثمرتها، وحتى يمتثلوا قول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وصل اللهم وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة من الدكتور محمد إبراهيم العشماوي الأستاذ بجامعة الأزهر، وكانت بعنوان الحكمة في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من هنا من رحاب مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة. ونحن ننقل لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم الاحتفال بشهر ربيع الأول. إخوة الإيمان، إن الرجل العظيم كلما ارتفع إلى آفاق الكمال اتسع صدره للناس وامتد حلمه وتطلب